نحييكم أعزائي المشاهدين ونقدم لكم أخبار السودان اليوم. الجانب الآخر يهاجم الفاشر. تم قتل 10 أشخاص وأصيب 23 آخرون في مدينة الفاشر بعد هجوم شن قوات الجانب الآخر على عشرات القرى في محليات الطويلة. وزارة الصحة بشمال كردفان تدشن وصول لقاحات لتحصين الأطفال والأمهات. دشنت مدير عام وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بشمال كردفان وعدد من قيادات العمل الصحي وصول لقاحات التحصين الخاص بالأطفال والأمهات. الأمم المتحدة مختلف المدن السودانية تواجه تدهور في الأوضاع الإنسانية. حذرت الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية تقدم الدعم للسكان المحاصرين في مناطق النزاع والنازحين في عدد من مدن سودانية من تدهور خطير في الأوضاع الإنسانية في البلاد، وأكدت زيادة ملحوظة في معدلات الجوع والأمراض بالإضافة إلى نقص حاد في الخدمات الأساسية. مناوي يعلق على التعديلات الدستورية الأخيرة. قلل مناوي من أهمية تشكيل حكومة انتقالية في الوقت الراهن، وأكد أن الأولوية يجب أن تمنح للعمليات العسكرية الجارية، وأن أي حكومة ستشكل في ظل الحرب ستكون فاقدة للصلاحيات لإدارة البلاد بفاعلية، والأولوية هي إنجاز العمليات العسكرية. انخفاض معدلات الإصابة بالكوليرا في الولايات المتأثرة. أعلنت وزارة الصحة السودانية انخفاض معدلات الإصابة بالكوليرا في الولايات المتأثرة بالوباء